اكله بناكلها ب 1000 و2000 و3000 جنيه هناكلها النهارده ب 100 و150 و200 جنيه. وبقول لك ايه، ادخل شوف. طلبنا اول حاجه هي ميل بريسكت، ودي اعتقد ارخص ميل بريسكت انا اكلتها في حياتي ب 230 جنيه. دي بقى اللي طلبناها مور ذان بريسكت، اللي هي لحمه بريسكت وهوت دوج وصوص هاني سيراتشا ورز بسمتي بلس جار جبنه. بس هم ما كانش عندهم جار جبنه اللي هو ال 250، فجابوا لنا 250 جرام، جابوا لنا 3 جبنه. وده هاني سيراتشا، ده بيبقى عسل بس حراق. ادي بقى دي البريسكت، خدها كده. الله. ده اول ما اصلا ما تخش المكان، هو مكان اسمه ريب اي، هتلاقي السموكر بتاعت اللحمه على الجنب كده. واللحمه ميزتها هنا ان هي مليانه سموك، حاسس بريحه الحطب وطعم التدخين كده جامد فيها شويه. ناخد واحده بالجبنه، طريه قوي فبتتبلع على طول. حاسسها وجبه صحيه شويه، والرز معمول كده بالروز ماري، طعمه جميل قوي. ده سجق، يمكن هو ناشف شويه من جوه، مش مليان دهون، بس طعم التتبيله بتاعته برده حلو قوي، والرز خطير. بس البريسكت يكسب قوي. اعتقد وجبه ب 230 جنيه تاكل فيها بريسكت وكميه لحمه محترمه، مع ان انت تاكل الوجبه دي كلها وهتشبع جنب. عايز حته بريسكت، احنا هناخد ايه؟ هناخد بقى ايه؟ ساندوتشز بريسكت، يبقى عليها بقى صوصز كتير مع الجبنه مع الكلام ده كله. يلا بقى. هو ده بقى اللي احنا كنا جربناه المره اللي فاتت، اللي هما الاثنين ساندوتش، واحد اسمه مشروم بريسكت والتاني اسمه تشيز بليز بريسكت. تشيز بليز ده بقى هقول لك هو مكون من ايه. بصوا يا جماعه، هو العيش هنا خطير. ده بقى ايه؟ في جواه بريسكت وخيار مخلل مع زيتون وموتزاريلا مبشوره وصوص جليبي مع صوص جبنه. بص بقى كميه البريسكت مع صوص الجبنه مع الخيار المخلل والجبنه، كل ده جوه، فاهم؟ عامل قلق. بص كده في المرايه جنبي. استحميت وجيت. الساندوتش ده خطير والله العظيم، لا بجد يعني. هو طبقات البريسكت مع العيش الهش بطريقه فظيعه، مع ميكس الموتزاريلا مع الشيدر مع الخيار المخلل مع البريسكت مع الصوص بتاعهم. لا لا، بس انا مستمتع بيه قوي، والبريسكت طريه قوي. واستغربت ان انا اكل بريسكت بسعر رخيص بكواليتي عاليه بالتتبيله بتاعتها تحفه. انا منبهر بالساندوتش ده. ده بقى المشروم بريسكت، مشروم مع الشيدر بايتس مع البريسكت تحت. نضرب بقى صح؟ انا رايي ده. ناخد شويه ايه عشان ده ما فيهوش جبنه كتير. ده بقى ايه اللي هو الجبنه والله يا صاحبي انت بتحب الجبنه اليومين دول. شويه. الظاهر ان انت عادتني في الموضوع شويه. ناخد شويه عسل. حاسس ان المكان ده بيجي فيه لو انت عايز ايه، عايز تبهوأ. تمارس كده تمارس الرذيله. تمارس الرذيله مع السندوتش. لا لا لا. الميزه ان الساندوتش ده بيخش جوه، يتعمل له كومباينيشن سريع قوي جوه بقك. اللحمه بتخش مع المشروم، بتجري ورا الجبنه، بتجري ورا العيش، كل ده بيجري ورا بعض جوه، تلاقي نفسهم بلعوا كلهم. ناخد واحده تاني بقى بالجبنه، نحط عليهم ايه؟ شويه عسل. على فكره انا بيك فان للسندوتش ده. وانا كمان بصراحه. اخر حاجه خالص، حاجه بقى في الرخيص اكتر من كده، يعني ده ب 190، ده 210، الوجبه ب 230. في حاجه بقى ليفل ال 100 جنيه 120 جنيه بالظبط. يلا بقى. اكل بس الريفيو ده. مصطفى يا جماعه بيوقف الفيديو يعمل حاله من التهجم على السندوتشات فظيعه، ويجي يرجع يكمل. ده بقى ساندوتش تشيكن اسمه ريب اي تشيكن. لا انا من رايي تفتح بقى وتوري الناس ده ب 125 جنيه. يا جدع ما تهزرش. احنا بناكل عند الشاذلي ولا يا جدعان؟ قطعه برجر فراخ مع المشروم وبيف بيكن مع تركي مع تشيز. استنى كده تاني كده المشهد ده. سرق قلبي. عايز تاني او ايوه. الله الله. بس مع شويه خس وطماطم وخيار مخلل، والسندوتش تقيل. قطعه الفرايد تشيكن كبيره قوي، كبير قوي يعني. نص القطعه، وعلى قد ما انت تحس ان هو برجر فراخ بس شايف نساير الفراخ جوه. ما ينفعش تاكله وانت عندك دقنه طويله كده. كان لازم احلق قبل ما اجي. يا جماعه صحيح انا نسيت اقول، هو مكان 6 دقايق من عند البيت عندي. هو عند نادي الشمس، عند فندق اللي هو السلام، كونكورد السلام. قدام نادي الشمس هو واحد تحت الكوبري. 6 دقايق من شرق، 5 دقايق من نزهه الجديده، ربع ساعه من مدينه نصر. جنبي. ده مبسوط قوي مصطفى، الواد مصطفى مبسوط انبساط. قال لك ده هتلاقيني عندك كتير. ناخد بقى واحده الهالبينو بايت مع الفراخ. اخر قطمه ونقفل الفيديو. انا ده رايي بصراحه بعيد عشان الواحد جاع بصراحه. بص بقى، هو المنيو فيه برجر وهوت دوج وتشيكن وبريسكت، بس انا كان مينلي جاي افوكس على البريسكت، وجربت التشيكن فعجبني فصورت. بريسكت اللي عنده نوع اللي هو التشيز بليز والمشروم. بالنسبه لي التشيز بليز خطير. المشروم ميزته ان هو مشروم فريش برده عجبني قوي، بس طبعا التشيز بليز فوق. التشيكن برده خطير، والميل بتاعت البريسكت تحسها ميل بعد الجيم، يعني لو انت ممكن تخلص جيم بجد والله يعني. ايوه تخلص جيم كده تيجي تاكل ميل، لان هي حته من اللحمه اللي هي
اسمها بوش، بتبقى لحمه كتير قوي. والبريسكت عاده اللي ما يعرفوش هو بيتسوى من 12 ل 16 ساعه، وكان مشهور قوي في تكساس في امريكا، ومن انواع اللحمه اللي بقت غاليه قوي مع انها كانت زمان رخيصه قوي. فانك تلاقي مكان بيعملها بسعر حلو وبكواليتي حلوه وبطعم جامد قوي، وتستمتع بالعيش مع الساندوتش مع كله، فهو جامد. وريب اي جامد بصراحه. وبقول لك اقفل يا مصطفى.